أمريكا بتدي فعلا فيز عمل، بتدي حوالي 65,000 فيزا عمل كل سنة، وحوالي 20,000 كمان للي حاصلين على الدرجات العلمية زي الماجستير وغيره. ده حقيقي. آه، هما بيفكروا بشكل مختلف، هما عايزين يكون في أكتر ناس تيجي تبدأ من أول، لما تيجي تبني بشكل أفضل عشان تبقى البلد متطورة أكتر ويكون فيها فرص. يعني الحاجات اللي فيها نقص في العمالة يقدروا يجيبوهم. يعني هما بدل ما بيجي أي حد وخلاص، لا، يجيبوا ناس متخصصة يجوا على المكان على طول بتاعهم يشتغلوا فيه. الفرق بين الفيزا بتاعت العمل هي وبين اللي هم عايزين يعملوه، ان فيزا العمل ديت بتكون من الشركات. يعني الشركة مثلا زي شركة جوجل، مثلا زي مايكروسوفت، زي الحاجات ديت هي اللي انت بتشوف الوظائف اللي عندهم وبتقدم عليهم. لو هم وافقوا هم اللي بيقدموا لك على الفيزا ديت. الوضع التاني هيكون ان هي هتبقى متاحة من خلال البلد على طول، من خلال الحكومة الفيدرالية، ان انت تقدم على طول. وبدل ما انت تيجي عشان تشتغل في شركة معينة يبقى عقدك مع الشركة ديت، وتبقى ملتزم ان انت تبقى مع الشركة ديت لغاية لما يخلصوا لك ورقك، انت تيجي على طول تقدر تشتغل في الشركة اللي انت عايزها. ده اللي هم عايزين يعملوه. طيب، هل هو افضل لامريكا، ولا الافضل لامريكا الهجره العشوائيه؟ الهجره العشوائيه بتفيد في بعض الاماكن، وفي اماكن تانية لا. في في حتت زي مثلا بتتكلم عن نيويورك سيتي او مدينه نيويورك، في ضغط كبير جدا على الوظائف البسيطه فيها. هتلاقي ان المهاجرين بيجوا جديد بينافسوا في اللي هو الوظائف البسيطه اللي الناس كتيره بتحاول تشتغل فيها. فده بيعمل اثر عكسي. يعني هتلاقي ان مثلا الاسبوع ممكن يدفعوا، طبعا النهارده الاسعار اقل كمان، وهقول لك اقل ليه. بس اللي بيتكلموا مثلا في رينج اسبوع يدفعوا لك مثلا 400 $500، تشتغل في مطعم، تشتغل في حاجه زي كده ويطلع عينك والكلام دوت. نفس المبلغ دوت تقريبا هو اقل مبلغ الناس بتعمله، وبينافسوا بعض فالاسعار بتقل. لما دخلت ناس كتيره مهاجرين من الحدود، حصلت مشكله كبيره، وبقى في ناس بتدفع احيانا $6 في الساعه، وده اقل كتير جدا من الحد الادنى استغلالا للموقف. هم مش عايزين الدنيا تمشي بالشكل دوت، عايزين اللي يجي يبقى في مكان كويس، هو يشتغل، يعرف يعمل فلوس، وبدل ما يحتاج ياخد مساعدات من الدولة، لا، هو يقدر يدفع ضرائب ويقدر يتطور وفي نفس الوقت يبني البلد. هو الموضوع هيضر الناس البسيطة، صح، أنا موافق، اللي هو اللي بتقدم على الهجرة العشوائية، لكن هي فرصتها ضعيفة جدا جدا في الهجرة العشوائية برضو. هي وحظها